السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في خبر جديد. معانا تقرير بيفيد بأن الأهلي يتفوق 6 مرات على ريال مدريد قبل نصف نهائي كأس العالم للأندية. يبدو من المنطقي تفوق ريال مدريد على الأهلي عند عقد أي مقارنة بينهما في ظل تصنيف نادي العاصمة الأسبانية كأفضل فريق كرة قدم حول العالم، لكن المفاجأة أن الأحمر تمكن من الفوز على الأبيض ب6 مقارنات. النادي الأهلي استطاع التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 للمرة الخامسة تاريخيا. فريق المدرب السويسري مارسيل كولر نجح في التغلب على كل من أوكلاند سيتي النيوزيلندي وسيتيل ساوندرز الأمريكي على الترتيب ليضرب موعدا استثنائيا مع ريال مدريد. ونستعرض لكم في الأسطورة التالية 6 مقارنات أدرك فيها الأهلي التفوق على ريال مدريد. اللاعبين الدوليين بحسب موقع ترانسفورت ماركت العالمي، يملك الأهلي في قائمة الفريق الأول لكرة القدم 16 لاعبا دوليا، فيما لدى ريال مدريد 14 لاعبا فقط. بالنسبة لأعمار اللاعبين في كرة القدم، من الأفضل أن تملك الفرق متوسط أعمار أقل من الآخرين، لذا تفوق الأهلي بمعدل 26 عاما على ريال مدريد الذي وصل معدل إلى 27.9 عاما. المشاركات في كأس العالم للأندية. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة تاريخيا، أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021 و2022، فيما ينتظر أن يظهر ريال مدريد الأربعاء المقبل للمرة السادسة فقط. الترتيب المحلي: ريال مدريد يتأخر بفارق 5 نقاط كاملة عن المتصدر برشلونة، بل يمتلك الأخير كذلك فرصة توسيع الفارق إلى 8 نقاط حال الفوز مساء اليوم الاثنين على إشبيلية. ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري ب37 نقطة وفارق 6 نقاط عن الوصيفين بيراميدز وفيوتشر بعد خوضهما مباراة أكثر. بطولات 2022 و 2023. حتى الآن لم يخسر الأهلي فرصة التتويج بأي لقب في موسم 2022 و 2023، بل حقق كأس السوبر المصري إثر الفوز 2-0 على الزمالك. أما ريال مدريد، فشل فريق ريال مدريد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تحقيق لقب كأس السوبر الأسباني بعد خسارة قاسية على يد برشلونة ب3 أهداف مقابل هدف واحد. الهزيمة في كل المسابقات. تفادى الأهلي حتى مباراة ستيل سويندز الأمريكي الهزيمة في كل المباريات التي خاضها في المسابقات الرسمية سواء محليا أو قاريا أو عالميا. وتجرع ريال مدريد مرارة الخسارة في 5 مباريات، منها 3 في الدوري الأسباني، إلى جانب اللقاء وحيد في كل من كأس السوبر الأسباني ودوري أبطال أوروبا. وبكده تكون انتهت المقارنة. أتمنى أن تنال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.